لو كنتوا تفتكروا اخر تمرين عملناه بالسليد وهو كان تمرين السحب، وكنا دايما بنسحب برجلينا. والمره اللي قبلها كنت وريتكم الدفع لتمرين السليد. النهارده احنا هنعمل الاتنين مع بعض في نفس التمرين، هنعمل الدفع الاول ل 30 متر، واول لما نوصل للاخر على طول بنمسك الحبل وبنعمل عمليه السحب. خليني اوريكم شكله عامل ازاي. اللي انا عملته دوت كان مجموعه واحده، وانت المطلوب منك ان انت تعمل 5 مجاميع وتريح ما بين كل مجموعه والتانيه دقيقتين. طيب ليه عمليه المزج دي مهمه ما بين الدفع والسحب؟ لان التمرين دوت بيعود جسمك ان هو يستخدم الرجلين في الدفع والظهر في السحب في نفس التمرين. واحنا في حياتنا اليوميه لما بنيجي نتعرض لمواقف طارئه ما بيبقاش مطالب مننا ان احنا نستخدم قوه واحده زي قوه الدفع او قوه السحب. ساعات كتير بيبقى مطلوب مننا ان جسمنا يكون جاهز للقوتين مع بعض. فكل اللي بطلبه منك ان انت تعمل التمرين دوت من مرتين لثلاث مرات اسبوع مع تمارين الجيم اللي انت بتعملها، وعرفوني رايكم في الكومنتات. لو حابب تتمرن معايا بنفس الشكل اذا كان في الجيم او اونلاين ابعت لي كلمه جاهز في الرسائل وانا بتواصل معك على طول. شكرا ومع السلامه.